وهي وعم بتسوسح بننزل عليها بالبصل. جيت بوقتك تسوسح قلبي. هلا على البصل الدبلانه حطوا السبانخ فوق البصل الدبلان. نسيت شغله حاجه يا مرحبا باخواتي المتابعين بكل مكان. اليوم بوصفه شوربه ما بتتكرر. اليوم راح نحضر مع بعض شوربه السبانغ صديقه باباي ومتابعين البودة ايضا. يلا شوفوا معي المقادير اللي عم تطلع على الشاشه، هي المكونات ومكتوبين ايضا تحت بصندوق الوصف. ويلا نبلش بالتحضير اخواتي. اول شيء الزبده بالطنجره، عنيفه الزبده شكلها حتطلع شوربه لذيذه بعنف. بنضيف عليه شويه زيت نباتي منع الاحتراق، نخليها تسوسح سوسحه يصفر الطنجره. وهي وعم بتسوسح بننزل عليها بالبصل. جيت بوقتك تسوسح قلبي. بنحط رشه فلفل صغيره. هلا على البصل الدبلانه، في غنية كانت تقول بعدك زعلانه عيونك دبلانه، اللي هو حطوا السبانخ فوق البصل الدبلان. نسيت شغله نقول لهم عليها ولا لا؟ انه لازم تعملوا سبسكرايب بالقناه وتحطوا لايك وتعليق، يعني مشان الشوربه تزبط اخواتي، مو مشان شيء. واهم شيء بعد ما تعملوا لايك وسبسكرايب وتعليق، قبل ما تحركوها تاكدوا كمان انكم متابعين على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك. مو مشان شيء يعني، بس مشان اللايفات اللي عم تطلع والقصص هي كلها. هذا حرام والله، حرام تروح عليكم والله. فيديوهات وبوستات وصور وقصص عم نتعذب عليهم، في صور كمان عم بظبطنا فيهم مازن. هلا بنضيف الملح والفلفل. يعني انا اسف مستخدم الطنجره كلياتها، بس هي كل اللي بدنا اياه ربع كوربة مرقه شش كنتاكي سرو لحسيس. شو بك يا سلمى ركز الله يفتح عليك. وهلا بنحط فوقهم مرق الدجاج. طبعا انا مستخدم الطنجره الكبيره كلياتها، بس نحن اللي بدنا اياه للامانه يعني ربع كوب من مرق الدجاج يضاف فوق السبانغ اللي راح تبق مي كتير. هلا نحن وعم نحركها بعد ما حطينا فوقها الملح والفلفل ومرقه الدجاج. يا علي يا عمري انتهي تقبرني. صفحة مازن رضاي عليكم يا اولادي، تحت محطوطة بالديسكربشن رابط على الانستغرام تبع منه، كلكم اضغطوا عليه واعملوا له فولو للزلمة. هلا رح ضيف 4 ملاعق من الطحين كما ذكر في بداية الفيديو وايضا تحت بصندوق الوصف، ورح حركهم وتأكد انه دابوا منيح مع السبانغ. هلا بعد دقيقة من التحريك واختفى عندي الطحين، رح نبلش نضيف 4 أكواب من الحليب كامل خالي منزوع، اللي هو الدسم اللي انتم بتحبوه. هيني عم ضيفه هلا وعم حرك وعم بستمتع بمنظر الالوان. عم تستمتعوا معي انتم بمنظر الالوان؟ صراحه منظر السبانخ هون كتير ساتيسفايزنج، يعني هيك تتفرج عليها وترتاح انت عم تتفرج. ما بعرف ليش بس الالوان، تناسق الالوان كتير حلو. صحيح هلا رح نتركها هلا يعني 5 دقائق تغلي على النار، بين ما انا اكون جهزت الخلاط اللي رح نضربها للسبانخ فيه ضربا مبرحا. هلا حطيت انا الشوربه بالخلاط وراح بلش فيها اقسمتها على نصين، نص هون ونص هون لانه الكميه كتير كبيره. فراح اخلط اول نص وكمل النصف اللي بعده. بسم الله. الله على القوام الكريمي. الله رح لك اياها مفاجاه لاخر الحلقه. هلا اجمل فقره بهذا البرنامج، دوقان. سن اللي معالقك يا مازن وتعال لعندي. بدك تشوف شو بدي احط لك على وجهها هلا؟ الوجه يا صديقي العزيز يا مازن سوف يزين بجبن البارميزان الايطالي. شوفوا معي من فوق، شايفين هذا المنظر شلون الجبنه اول ما بتنزل فوق الشوربه شلون بتتغير وتتحول؟ حاجه ورقه مقص. يلا خلص اخر حلقات انا ايه نعم. شو حس بنوته ادماننا هيك سلسه الشوربه. كريمه مخفوقه تمام بس عم تاكل كريمه. خفيفه جدا. طيبه جدا. هي بدها تعرف شو تسكبها، تقعد قدام التلفزيون كان يحضر لك هيك مسلسلك المفضل او فيلمك المفضل وقعد اشرب ليز بيت الشوربه بالفنجان الكبير. شينا هي بارميزان على الوجه. تسمح لي اشون ولا بدك؟ خير صوت ليه من جد خرافي. عشاق السبانخ لقيت لكم شوربتكم المفضله. تعرف انه طعمة السبانخ طلع كل عسل من جواتها والله راقيه الشوربه. انا كتير حبيتها. حاجه نتدلع ونتغنش فيها مشان ما تغاروا انتم منا كمان. نصيحه لكم،
جربوها اعملوها، خصوصي اذا في عندكم اطفال بالبيت، لانه ما فينا نعدلكم فوائد السبانخ للاطفال وكمان للكبار، جدا مغذيه ولذيذه وصحيه. لهون بقى بتكون حلقتنا خلصت. اللي عليكم تعملوه اشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس، اللايكات، الحبشكنات، هيك كلها تزبطونا بكل مكان. تابعوني على الانستغرام وتابعوا مازن كمان على الانستغرام يقبرني اهم شغله. وبس لهون حلقتنا الراقيه واللطيفه والجميله كلطافتكم ورخيكم وجمالكم انتهت. القاكم ان شاء الله بفيديوهات قادمه، احضروا الفيديوهات القديمه كمان والفيديوهات الجايه، تابعونا وفعلوا زر الجرس لحتى تعرفوها. وبس كان معكم بودي ذا فودي ببرنامج وصفة شوربة مع مازن. القاكم بفيديوهات قادمة. سلام اخواتي. انا بدي اروح شوربة، بدك تسمحني بس هي خفيفة. هي تعرف مسلسل يا صاحبة الظل صاحب الظل الطويل؟ ولا انا ما بعرفه، ما حضره، بس خطر على بالي هيك ما بعرف.